لو حد قالك إنك ممكن تموت مرتين هتضحك، بس بعد ما تسمع القصة دي هتتأكد إن الضحك ممكن يوصلك للقبر. السلام عليكم، أنا إسلام مدحت، ويلا نكمل قصتنا المرعبة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعوا لأهلنا في غزة، ربنا ينصرهم ويفرج كربهم يا رب. وأحب أشكركم جدا على الدعم اللي بتقدموه للقناة، والله بيفرق معايا كتير. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تبدأ القصة مع دكتور أحمد سمير وهو قاعد في برنامج نص الليل. برنامج كان بيذاع زمان وبعدين اتلغى. البرنامج كان بيقدمه مذيع اسمه كريم، وكان فكرته إن أي حد عنده تجربة مرعبة أو قصة غريبة يتصل بيحكيها لدكتور أحمد والدكتور يفسرها له. في يوم من الأيام أحمد كان قاعد مع كريم في الاستوديو، وكريم بيقول له يا ريت الحلقة النهاردة تبقى جامدة ونسمع حكايات تخلي الدم يجمد. أحمد ضحك وقال له وأنا كمان نفسي في كده، بس أكتر حاجة نفسي فيها إني أروح أنام. فجأة رن الجرس التليفون بتاع البرنامج. كريم رد على المتصل، وكانت ست بتقول إن اسمها ليلى. سألت عن دكتور أحمد فقال لها أيوة أنا موجود، احكي قصتك. ليلى بدأت تحكي. أنا متجوزة من 12 سنة، اتجوزت متأخر شوية وما كانش فيه حب بيني وبين جوزي، بس وافقت عشان النصيب. جوزي اسمه عادل، كان تاجر أثاث وكان مشغول طول الوقت بشغله. كبر في السن وحس إنه لازم يستقر، فقرر يتجوزني. اتجوزنا، بس بعد فترة اكتشفنا إن مفيش خلفة. رحنا نكشف وطلع إن المشكلة من عادل. من ساعتها عادل اتغير معايا وبقى يعاملني زي الزفت، كأني أنا السبب، وأنا كمان كنت بحسسه إنه ناقص، وده خلى بينا مشاكل كتير. ليلى كملت. في فترة عادل بدأ يواجه مشاكل في شغله. مرة سافر بورسعيد عشان يخلص صفقة، بس اتأخر جدا. بعد كده جه واحد غريب اداني شنطة فيها بدلة عادل وبطاقته وورقة. قالي إن عادل سابهم على الشط ونزل البحر ومقلعش. فتحت الورقة لقيت مكتوب إنه انتحر وسايب وراه ديون كتير ومشاكل أكتر. كتب لي إني أتصل بمحامي عشان أتصرف. راحت ليلى للمحامي وبدأوا يدوروا في أوراق عادل. اكتشفت إن عنده أملاك كتير، بس أغلبها موجود على الورق بس، يعني مفيش حاجة ملموسة تقدر تتصرف فيها. ليلى سافرت قريته، راحت بيته القديم وحاولت تعرف إذا كان متجوز قبلها ولا لأ. يمكن يكون مخبي فلوسه عند حد تاني، بس مفيش حاجة طلعت. المحامي اقترح عليها إنهم يعملوا جلسة تحضير أرواح، وقال لها إنه يعرف واحد موثوق اسمه مصطفى. راحوا لمصطفى وقعد معاهم وطلب منهم معلومات عن عادل. طفى كل النور، وكان في نور أحمر خفيف جاي من بعيد. بدأ يقرأ آيات من القرآن وبعدين اتشنج وبدأ يعرق. قال إن الروح صعب تحضر. فجأة فتح عينيه وكانت كلها بياض. قال لهم يمشوا ويرجعوا وقت تاني. وهم خارجين لقوا كرسي بيتحرك لوحده، وصوت مصطفى اتغير وبدأ ينده على ليلى. لما سألته ليلى أنت عادل؟ رد وقال أيوة أنا عادل، أنت غبية، أنت السبب في موتي. سألته عن الأوراق بس ما ردش. بعد كده مصطفى رجع لطبيعته وقال إن دي كانت أصعب جلسة تحضير عملها، وإن يمكن عشان عادل مات منتحر. من ساعتها حياة ليلى اتغيرت، بقت تشوف عادل في كل حتة، في البيت، في الصالة، واقف قدامها بيبصلها بنظرات مليانة ندم وعتاب. كل ما تشوفه كانت تصرخ. قررت ترجع لمصطفى عشان يحضر روحه تاني وتسأله عايز منها إيه. في الجلسة التانية لما حضر الروح قال لها أنت السبب في كل حاجة، أنا اتجوزت بعد ما مت، والسوريات أحسن من المصريات بكتير. وسألته عن الأوراق بس برضه ما ردش. قطعها دكتور أحمد وسألها أول جلسة تحضير كانت إمتى؟ قالت له ما بين 15 و17 يناير. أحمد قال لها أنا فهمت كل حاجة، وبدأ يشرح.
جوزك عادل مش من النوع اللي ينهار بسبب المشاكل، هو تاجر متعود على الربح والخسارة. بس يوم ما جه الخبر إنك عرفتي إنه انتحر، عادل كان بيهرب من كل حاجة. في 16 يناير في مجلة سورية كتبوا عن مصري كان في شهر عسل مع مراته السورية الجديدة ومات بسكتة قلبية. يعني لما عملتوا أول جلسة تحضير هو كان لسه عايش، عشان كده الروح كانت رافضة تيجي، بس مصطفى أصر، وده خلى عادل يموت في اللحظة دي. ليلى كانت مصدومة وقالت له مش فاهمة. أحمد قال لها انتوا حضرتوا روحه وهو لسه عايش، وده اللي موته، والغريب إنه لسه بيظهر لك. فجأة سمعوا صرخة على التليفون. ليلى كانت بتتكلم مع حد وبتقول له لا يا عادل، مش أنا السبب، ابعد عني. وبعدها سمعوا صوتها بتقول إنها هتسمع كلامه وتنط من البلكونة. سمعوا صرخة طويلة وبعدها السكة اتقفلت. كريم سأل هي انتحرت ولا إيه؟ أحمد قال له لو هي لوحدها وانتحرت مين اللي قفل السماعة؟ في اللحظة دي رن جرس التليفون تاني. المتصل كان صوته بعيد وفيه صدى. أحمد قال ألو؟ رد الشخص مفيش وقت للكلام الفاضي، ادخل في الموضوع على طول. قال إنه في الشقة رقم 7 في عمارة 120، وإن الشقة دي مشهورة في الحتة كلها. أحمد طلب منه يحكي القصة. الشخص حكى في سنة 1950 كان ساكن في الشقة دي واحد اسمه إبراهيم يعقوب. كان متعصب دينياً، بس كان بيتعامل مع الناس عادي. الناس لاحظوا إنه كل شهر بيجيله ضيف أو 2 بس ما بينزلوش تاني. مرة واحد من الجيران شك فيه وراقبه، شافه شايل كيس قماش كبير وراح وراه لحد منطقة المقابر. لما فتش الكيس لقى فيه جثة مقطع. اتقبض على إبراهيم واتضح إنه كان بيقتل ضحاياه ويصفي دمهم عشان يستخدموا في طقوس غريبة. كريم سأل ليه كان بيصفي دمهم؟ أحمد قال له في معتقدات قديمة بتقول إن دم الضحايا بيستخدم في طقوس معينة، بس دي حاجات نادرة جدا. الشخص كمل أنا اتراهنت مع أصحابي إني هدخل الشقة دي بالليل عشان الناس بتقول إن شبح إبراهيم وضحاياه بيظهروا فيها. الجيران تحت بيقولوا إن دم بينقط من السقف كل ليلة. فجأة قال في شبح لابس جلابية بيضة معدي قدامي ورايح على المطبخ. وبعدها قال في صوت بيقرب وأنا شايف بنت لابسة فستان أسود وبقت قريبة من الأوضة. قال إنه لازم يهرب، وسمعوا صوت صرخة بنت من السماعة وهي بتقول يا بابا أنا كنت بسمع الراديو قبل ما أنام وما سبتش السماعة مرفوعة. فجأة شخص تاني مسك السماعة وقال أنت مين؟ أحمد رد حضرتك لابس جلابية بيضة؟ الشخص زعق مش وقت هزار وقفل السكة. أحمد قال لكريم الراجل فاكرني بهزر مع إني كنت على الخط. كريم سأله مين اللي كان بيتكلم الأول؟ أحمد قال له ده كان إبراهيم يعقوب نفسه. إزاي عرف تفاصيل الشقة والقبض عليه؟ ده هو اللي كان بيحكي. كريم قال أنا مستعد لمكالمة تانية ولا أنت تعبت؟ بس أحمد كان لسه مصدوم من اللي سمعه. رن جرس التليفون وسمعنا صوت خشن بيقول مساء الخير، أنا اسمي عباس الدكروري وبشتغل محصل تذاكر في هيئة النقل العام. بدأ يحكي حكايته اللي حصلت على مدار أسبوع، بس كل يوم كان أغرب من اللي قبله. قال إنه بيحب يشتغل الوردية الليلية، الأتوبيس بيبقى فاضي والزحمة بتقل والجو عموماً أهدى وكل الناس بتبقى مستعجلة تروح. وفي يوم عادي وقفوا عند محطة وسط البلد وركبت بنت في أول العشرينات جميلة بطريقة تلفت الانتباه. ابتسمت له وهي بتدفع التذكرة واختارت تقعد جنب الشباك. طلعت ساندويتش من شنطتها وبدأت تاكل وهي بتتفرج على الشارع. بعد كام دقيقة ركب راجل غريب طويل جدا لابس جلابية زرقاء ووشه مش مريح خالص. قطع تذكرته وساب مسافة وقعد ورا البنت بصفين. بس عباس لاحظ إن البنت أول ما شافته جالها حالة هلع، كانت بتبصله بعينين مليانة رعب. قامت بسرعة وقعدت جنب عباس وقالت له بصوت واطي لو سمحت الراجل ده بيراقبني من يومين، ساعدني. عباس طمنها وقال لها لما توصل لمحطتها ينزلها هو ويشغل الراجل بكلام أو بأي حاجة. وفعلا جات المحطة والبنت نزلت بسرعة. الراجل قام وراها لكن عباس وقف له وقال له تذكرتك فين يا حاج؟ لسه في محطات كتير. الراجل اتنرفز وشتم وقال إن المحطة دي بتاعته، بس السواق مشي وفضل عباس متمسك إنه يكمل بيه المحطتين الجايين وبعدها نزله. عباس كان حاسس إنه عمل الصح وإنه حمل بنت، لكن اللي حصل بعد كده قلب كل حاجة.
اليوم اللي بعده وفي نفس الميعاد نفس البنت ركبت بنفس الابتسامة الهادية وبنفس الساندويتش. عباس ابتسم وقال لها: امبارح أنا عرقلت صاحبك، نزلته متأخر. البنت بصت له ببرود وقالت: هو حضرتك مين؟ وقطعت التذكرة ورجعت وقعدت في نفس مكانها. وبعدها بدقايق نفس الراجل طلع بنفس الجلابية وقعد في نفس الكرسي، والبنت اتوترت بنفس الطريقة وقامت بسرعة وقعدت جنب عباس، بس المرة دي ما قالتش حاجة. عباس تصرف زي قبل كده، نزلها بسرعة وقفل الباب وراها ومنع الراجل ينزل وراها. وهكذا بقى المشهد بيتكرر كل يوم، بس بتغييرات بسيطة، يوم يسيبهم ينزلوا ويوم يمنعهم ويوم ينزل وراهم، لحد ما قرر في يوم يراقبهم. نزل وراهم في شارع ضلمة جنب المقابر ومشي وراهم بهدوء وفي إيده مفتاح إنجليزي. بس لما لف ناصية الشارع اختفوا. الشارع كان فاضي تماماً، كأن محدش مر منه من سنين. رجع عباس الموقف وحكى الحكاية لزمايله. ضحك عم فؤاد وقال له: شكلهم اختاروه تبقى صاحبهم الجديد. لما عباس سأله قصده إيه، قال له إن من 20 سنة حصلت جريمة في نفس المنطقة. واحدة كانت متخانقة مع جوزها وقررت تبات عند أمها، بس جوزها كان شاكك فيها، فاتفق مع واحد يقتلها واستناه في الأتوبيس ونزل وراها في شارع جانبي وخنقها بحبل. بس ساعتها كان في مخبر ماشي صدفة وسمع صوتها وجرى عليهم وقتل القاتل برصاصة. من يومها كل يوم بيتكرر نفس المشهد، البنت بتركب والراجل بيركب وراها وبيحاول يقتلها من جديد. قال عباس إنه بدأ يتعود عليهم وبقى يتكلم معاهم كأنهم زباين عاديين. بس بعد كام يوم وهو راجع بيته حس بنفس النفس اللي كانت في الشارع. دخل شقته لقى الباب بيتفتح لوحده والراجل واقف وراه بيقرب منه وهو بيشد الحبل، والبنت قاعدة بتضحك وهي بتاكل نفس الساندويتش. فقرر يسيب الوردية الليلية للأبد، وقال إنه قرر يكلم البرنامج لأنه محدش مصدقه.